السلام عليكم البنات، احلى متتبعات فاميلتي عائلتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نبداو بكلامنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو مملحات اولا فقيقسات صغيرين مالحين. هنايا كما كتشوفوا عندي كاس الزيت، كاس الماء، كاس ديال الياغورت طبيعي ولا دانون طبيعي، وعندي 250 غرام الزبده وجوج حبات البيض بحراره المطبخ. وعندي في التوابل هنايا شوي قريصه د الملحه وثوم بودر والعطريه د البسطيله ديال الحوت وقريصه ديال الابزار. وعندي 4 ديال المثلثات ديال الجبن، اي فرماج عندكم ولا او اي جبن عندكم ممكن تستعملوه. وملعقه صغيره ديال العسل، او ممكن تعوضوه بالسكر، ولكن بالاحسن اللي كان متوفر العسل احسن. وغادي نوريكم هاد الطريقه اللي كتجي ساهله وبسيطه كتخدموها في العشوار البنات. ما تخدموا الزبده ما تدلكوها، كتجي رائعه بهاد الطريقه وكتجي كريميه، وفي نفس الوقت كتربحوا الوقت بزاف، يعني ما كتبقاوش كت يعني كتخدموها وباليد شادين لكم الوقت. خديت كلشي داك كاس الزيت و 250 غرام الزبده وديك العطريه كامله درتها وخدمتها مزيان. ودابا غادي نزيد عليها جوج حبات ديال البيض وكاس ديال الماء. انا كما شفتوا ولات كريميه وساهله وكتعطي طعم الخدمه، وكما قلت لكم كتربحوا الوقت بزاف بزاف. وصافي هنايا غادي نخوي هذيك الخليط، هنايا كنحاول نسوس هذاك الموس ديال الهشوار مزيان وصافي. وغادي نقاد نخوي هذيك الكريمه في القصعه. وعاد غادي نبقى نضيف عليه الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق عندي هنايا كيلو و300 غرام ديال الدقيق بالضبط. غادي نخدم وغادي نقول لكم يعني شحال دخلت ليا ديال الدقيق. هنايا البنات ما كنديروا لا خميره لا حتى شي حاجه، يعني هكا وصافي. كيف ما قلت لكم كاس د الماء، كاس د السنيده، جوج حبات البيض بحراره المطبخ، عطريه ديال البسطيله د الحوت وشويه ديال الثوم بودر وقريصه د الملحه وقريصه د الابزار وملعقه ديال العسل وكاس ديال الياغورت طبيعي وجوج معالق كبار ديال الخردل اولا ديال الموطرد وصافي. وكما قلت لكم ملعقه صغيره ديال العسل كتجي زوينه، كتعطيها واحد القرمشه زوينه. صافي هنايا يعني خدات ليا بالضبط، خدات ليا كيلو و300 غرام ديال الدقيق. صافي وغادي نخدم هاد المكونات كاملين حتى كندخل داك الدقيق في العجين. صافي كنحصل على هاد القوام اللي هو ما هو قاصح، ما هو يعني مطلق، كيجي بين وبين. غادي نشكلها 4 د الكرات، كل كره غادي تنسم بنكهه بوحديتها. هنايا وحده غادي نسمها بالزعتر، وحده بالهريسه، وحده بالفرomاج الاحمر، وحده كنخليها طبيعي عاديه هكاك في داك يعني في داك اللوغو ديالها. هنايا كنزيد شويه ديال الدقيق بحال هكا وباش ما كيتلاصقش. هاد الدقيق خليته حتى لهاد المرحله باش نبقى نزيد يعني ديك الاضافات وفي نفس الوقت وانا كنخدمها. هنايا كما شفتوا الاولى غادي نخليها كما قلت لكم، وهنا غادي نضيف لها شويه ديال الهريسه وصافي. وكنجمع بحال هكا يعني بهذه الطريقه، نحاول ندخل فيها مزيان ديك الهريسه وغادي نولبها نحطها. صراحه الطريقه كتجي زوينه. هي صافي من هذا واحد المقطع من اللي ضفت ليها الجبن ولا الفرماج الاحمر تمسح ليا ما عرفتش علاش. هنايا البنات غطيتهم بواحد البلاستيك غذائي خليتهم يرتاحوا. هنا غادي نتغداو. صافي في نفس الوقت كنت كنخدم هاد الفقيقسات وفي نفس الوقت كنوجد الغدا اللي اليوم جمعة يعني هاد الفيديو صورته لكم في نهار ديال الجمعة، وعاد كتب لي نحطه معكم. صافي هنايا غادي نتغداو وعاد غادي نجمع كما عارفين الروينه ونغسل الماعن ونرد كل حاجه بلاصتها. وعاد غادي نجي هنايا نكمل الخدمه. كنلقى العجينه ديالي كتعطيني الطوع للخدمه وكتطلق ليا مزيان مزيان. وصافي هنايا غادي نقطع بهاد الجراره، نحاول نجيبها هكا مربعه نيشان، ما كيجيش دوك الجوانب معنفجين ولا مخصرين باش كتجي مزيان. هنايا كناخذ واحد شويه د الزعتر كنسخنو غير واحد شويه في المقيله وكنتنقو في المهراز، ومن بعد كنغربلو. واول حاجه قبل يعني كنقيه من دوك العويدات مزيان ولا فيها شي حجر ضروري، عاد كنسخنو يعني فقط كنسخنو ماشي كنحمروه ولا نخليوه في المقله مده طويله، غير باش كيعطينا الطول الدكان باش كندقوه كيجي هكا
غبرة كيجي مدقوق مزيان. وصافي غادي نبدا نلوي العجينه على الجوانب بحال هاد الطريقه اللي كتشوفوا. وصافي حتى غادي نجمعها كامله. وهذا غادي نجمعهم، وهذوك الاطراف كاملين نحاول نلصقوا مع بعضياتهم باش ما يتحيدوش ليا. وغادي نحطهم في المجمد حتى يشدوا شويه راسهم، عاد نقطعهم. هي غادي المره الثانيه بنفس الطريقه غنسرحها على ورق الزبده اولا على واحد البلاستيك على حسب المتوفر عندكم البنات. هي كتعطيني الطوع حيت خليتها ترتاح. وصافي وغادي نسرحها مزيان بالمدلك. كل ما سرحتوها مزيان كل ما كتجي احسن. الا كان فيها العجينه بزاف ما كتجيش مقرمشه وما كتجيش زوينه، وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه كاع، يعني غير شويه كيبقى يشوطها الفران، يعني كتكون بينه وبينها. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه. صافي من بعد ما تسرح ديك العجينه خديت داك ورق الزبده اولا بابي كويسو، هاك غادي نحطوه في صينية ديال الطهي اولا لاطه ديال الفرن. هنا اول حاجه غادي ندير خطوط بهاد الجرارات الشباكيه بحال هكا باش نجيبهم مربعات صغيره. ومن بعد عاد ديك الساعات ندخل يعني ندهنهم بالبيض، عاد ندخلهم للفران، يعني نرشو بالبافو والسمسم الابيض اولا الزنجبيل الابيض. نيتها كنقطع كامل بهاد الكميه، كتجي ساهله وعمليه. كدهني كلشي في خطره واحده وكتدخلي كلشي في خطره واحده يعني الفرن. صافي هنايا غادي ناخدها بهاد الطريقه كما شفتوا، نديرها في صينيه الفرن بحال هكا. وغادي ندهنها بشويه ديال البيض اللي ديجا عندي مطرب مع واحد المعلقه صغيره ديال الخل باش كتحيد لها ديك الزفوره ديال البيض. صافي كندهنها من الفوق ودهن بالبيض. ودرت ليها الزنجلان الابيض كما قلت لكم والبابو نتوما غتشوفوه في الشكل النهائي. وصافي وكنستمر بحال هكا بهاد الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله. هنايا هادي الشكل الثاني كناخذ بحال هكا العجين كما خدمت معكم الاولى يعني في الثانيه. وغادي نحاول هكا نجيبها مثلثات صغيره كيجيو رائعين، خصوصا فاش كيطيبوا كيجيو فنين البنات. صافي هنايا هذيك الاولى كما قلت لكم دهنتها بالبيض ورشيتها بالسمسم والزنجان البيضاء ندخلها مباشره الفران اللي ديجا ماشي ما سخنتوش من قبيله، غير شويه يعني ونقصت عليه. وصافي كنستمر بحال هاد الطريقه حتى كنكمل هاد الكريات اللي عندي كاملين. هنايا في هاد اللحظه انا كنخدم في الصباح كنخدم هاد الطلبيه، وجاتني طلبيه اخرى ديال الكيكه. شاركت معكم غير الشكل النهائي ديالها، ولكن ان شاء الله المره الجايه نشاركها معكم المقادير والطريقه. هنايا هذيك البنات اللي فيها الهريسه خديتها كما قلت لكم طلقتها على سطح العمل، من بعد حطيتها في لاطه الفرن ورشمتها بهذا المرشم الصغير هكا دائري. ومن صافي الطريقه زوينه وعمليه وفي نفس الوقت ما كتضيعلكش الوقت وما كيضيعلكش العجين بزاف بزاف. حاولوا ما امكن ما تضيعوش العجين باش ما يبقى يطرد كيقصح كيولي ما مزيانش في الخدمه. وصافي بحال هاد الطريقه كما قلت لكم حيدت اللاطه الاولى ودابا غادي ندير الثانيه. هاد المثلثات دهنتهم بالبيض كذلك ودرت لهم هذيك الزريعه، وكذلك عاوتاني دوك المدورين بنفس الطريقه كندهنها بالبيض وكنديرها الزريعه. نتوما البنات كما شفتوا هنايا الطلبيه اللي قلت لكم جاتني على غفله ديال كيكه الحامض بكريمه ديال الحامض كتجي رائعه وهائله. يعني صراحه الكليانه ماشي اول مره كتخدم عليا الكيكات، راه دائما جربات وعاود جربات كيعجبوها. وصافي هنايا كما شفتوا الشكل النهائي ديال الفقيقسات اولا المملحات الصغيره كيجيو زوينين. هانتوما هذوك اللي كتشوفوا رولي كيجيو رائعين واحد الشكل ولا اروع. وكذلك عاوتاني هذاك المثلث وهذاك المربع صراحه دائري كلهم جاو زوينين. والمذاق ديالهم جا خطير رائع البنات بداك اللوغو ديال عطريه ديال البسطيله د الحوت جايه رائعه فيها زوينه زوينه زوينه. وديك النسمه ديال الثومه بودر ما نوصفلكمش واحد المذاق وراه غزال. مولاتهم عجبوها بزاف بزاف وحمقوها وجاو مقرمشين. هانتوما كما كتشوفوا ما جاوش غلاض ما فيهمش العجينه بزاف جايين رقاقين. وعطيت لهم وقتهم في الطياب نقاس على البوطه باش كيتحمروا على خاطرهم باش ما كدوش فيهم يعني ديك الصد الفران كيتحرقوا من الداخل كيبقاو عجينه بحال اللي كناكلوا الخبز. هادو صراحه كل ما كانوا مقرمشين كل ما كانوا احسن. وصافي هنايا البنات نكون ساليت معكم الفيديو بحال ديما.
لاول مره غيشوف قناتي، ما عليه غير يشارك ويفعل الجرس باش يبقى توصلكم ما هو جديد. ولا ديجا معايا كنشكركم بزاف بزاف، ما تبخلوش عليا بواحد لايك و... وبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده للجميع. اللي بغات شي حاجه مرحبا، ما عليها غير تخلي لي ميساج في الخاص. ومرحبا بكم كاملين البنات. ولهنا نكون سعيد معكم الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو معكم مع فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده. تصبحوا على خير، السلام عليكم.